السلام عليكم، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا جميعًا بألف خير وصحة وعافية ورمضان كريم على الجميع. النهارده هاقول لكم وصفة فراخ، تتبيلة فراخ في الفرن مشوية فظيعة، جربوها هتدعوا لي. معايا بصلاية، طماطميتين، كزبرة خضرا، توم، فلفل رومي. الخلطة دي هتودي الفراخ في حتة تانية خالص، حقيقي حلوة جدًا، جدًا. تعالوا بقى نشوف البهارات اللي هنستخدمها معايا إيه. معايا كزبرة، معلقة كزبرة، معلقتين ملح أو على حسب الكمية اللي هتعمليها، معايا معلقة حبهان مفروم مش ناعم أوي يادوب مجروش بس زي ما إحنا شايفين كده، ومعايا فلفل أسمر. الخلطة برضه ما تتزودش عن كده، ما نكترش في البهارات عشان ناخد نتيجة حلوة. كل بقى الخلطة اللي انتوا شفتوها دي مع حبة مَيّة صغيرة في الخلاط تتضرب، مش لدرجة إن هي تتفرم بنسبة 100%، يادوب بس إيه تتضرب، عايزة أحس بطعم التتبيلة. تمام، أنا كده معايا 4 صدور فراخ قطعتهم بالشكل ده، عملت الفتحات اللي أنتم شايفينها دي، دي صدور بالعضم. هاعمل الفتحات لغاية لمّا أوصل للعضم، مش هاشيل العضم بتاعها، مش عايزاها مخلية، أنا عايزاها بالعضم عشان العضمة تكون ماسكة حتة الفرخة معايا وتكون متماسكة، يعني لمّا تحطي للضيف حتة الفرخة قدامه يكون شكلها حلو ومتماسكة مش مهرية معايا. أنا هافتحها الفتحات اللي أنتم شايفينها دي، وفي نفس الوقت يُفضّل إن حجم الصدر ما يبقاش كبير أوي، لإن كل ما حجم الصدر بيكبر بيبدأ ينشف في الفرن. تمام، أو ممكن نستبدلها بوراك. حطيت بقى الخلطة بتاعتي ديّة على الفراخ كلّها، تبّلتها كلّها من فوق ومن تحت، ودخّلت الخلطة بتاعتي دي جوّه الفتحات علشان تتشرّب الفراخ الخلطة. ويبقى طعمها نفس طعم الخلطة بالضبط، ما يبقاش بس الخلطة على الوش والفراخ ما لهاش طعم، فلازم أغرزها جوّه الأنسجة علشان تتشرّبها. هاسيبها بقى كده قبل ما تبدأ في السِوَى، هاسيبها لمدة ساعة على الأقل في التتبيلة، يا سلام لو تبّلتيها قبلها بيوم بيبقى طبعًا الطعم أحلى بكتير. هاحطها بقى معايا على البوتاجاز عندي تتشكشك كده شوية زي ما بنقول، هاخلّيها تجيب المَيّة على البوتاجاز، المَيّة بتاعتها كلّها تنزل على البوتاجاز، ممكن أزوّدها حبّة مَيّة صغيّرين علشان أضمن إن الفراخ بتاعتي استوت كويس. طبعًا أنا هاغطّيها بس حابة أورّيكم وهي بتغلي وبتنزّل مَيّتها مع مَيّة البصل، كل دوّة بيغلي بقى مع بعضه بيدّي الفراخ طعم تاني خالص. هنا أنا خلاص الفراخ بتاعتي بدأت تقريبًا تشرب مَيّتها بنسبة 70، 80%، هابدأ بقى إن أنا أنزّلها في الفرن. بُصّوا هي خلاص جابت مَيّتها خالص، فهابدأ بقى إن أنا أنزّلها في الفرن تكمّل سواها علشان ما تنشفش، لازم أسيب في الصينية شوية مَيّة علشان ما تنشفش. تمام، هاشغّل الشواية، مش هاحتاج إن أنا أشغّل من تحت لإن هي بالفعل مستوية، لكن أنا هاشغّل الشواية عشان تدّيها لون من فوق وفي نفس الوقت تكمّل السِوَى بتاعها. تمام؟ هنا خلاص هي مش محتاجة تقعد أكتر من كده، أنا هانزّلها بقى على الشواية وأقول لكم شكلها طلع عامل إزاي. ديّة لسه خارجة معايا من الشواية، بُصّوا شكلها يفتح النِفس، شكلها تحفة، عايزة أقول لكم ريحتها كانت قالبة ريحة المطبخ، الكزبرة مع التوم مع البصل مع الفلفل، كل الحاجات دي عاملة قلبان في ريحة الوجبة أو في ريحة الطريقة دي أو الوصفة دي. حقيقي كانت حلوة جدًا، جدًا، والصوص بقى اللي تحت بتاع البصل ده خرافي، بعيش، برُز، حقيقي حلو أوي. عايزة بقى تدّيها طعم المشويات، الفحمية، حتّة فويل عليها زيت وحُطّي الفحمية وغطّيها، هتقلب لِك الريحة كإنِّك شوياها عند حاتي. وده كان شكلها النهائي، عليها الصوص كده من فوق مع طبق رُز أو مكرونة وكل واحد الصدر كده قدّامه، حاجة مشبعة جدًا وحاجة تشرّفِك وطعم حقيقي خيالي. جرّبوها وادعوا لي، ودايمًا منوّرينّي في قناتي مطبخ سمر.